ارسنال بيضيع على مصر نقطتين قدام الكويت في كاس العرب. منتخب مصر اتعادل 1-1 مع منتخب الكويت في افتتاح ماتشاته في بطوله كاس العرب، في ماتش كان المفروض يبقى فوز سهل لمنتخب مصر اللي سيطر بالطول والعرض. وعمرو السوليه اللي ما بيضيعش ضربات جزاء ضيع ضربه جزاء بشكل غريب جدا بعد ما شاط الكوره بره الثلاث خشبات. بعدها اسلام عيسى بيضيع انفراد بغرابه شديده جدا عشان الكوره تعاقب منتخب مصر، ومن كورنر على طريقه ارسنال ارتيتا الكويت بتسجل هدف التقدم. بعدها الدنيا بتتعقرب وبيجي لهم فرصه ثانيه بتضيع بغرابه شديده جدا بعد ما بسام شالها. بعدها بتتحسب ضربه جزاء ثانيه لمروان حمدي يخش قفشه ويحطها. بس في لقطه كده في ضربه الجزاء الثانيه كانت غريبه جدا بالنسبه لي. انا كنت شايف قفشه والسوليه ومروان حمدي الثلاثه واقفين بيتكلموا وبيشوفوا تقريبا مين اللي هيشوط، عشان في الاخر قفشه ياخد الكره ويشوط والسوليه كان باين ان هو متضايق. هل كابتن حلمي طولان ما كانش حاطط ترتيب للي هيشوطوا ضربات الجزاء بعد ما السوليه ضيع الاولى، ولا الوضع ايه؟ عموما اكتر حاجه استفزتني كمان كميه الكور اللي لعيبه منتخب مصر شاطوها بره الثلاث خشبات. اللي كان بيعرف يعمل حاجه يعملها، اي حد كان بياخد الكوره بيشوط من اي حته. المهم ماتش مصر الجاي هيكون قدام الامارات يوم السبت الساعه 8:30.